بمعنى ان انا هنا دلوقتي بيقول لك ايه، انا هوصلك مثلا ب1000 عميل، وليكن مثلا 1000 عميل ده هاخد منك ب100 جنيه. هنا دلوقتي بيقول لك لأ، أنا هاوصّلك للعميل والعميل ياخد action، أبدأ أحاسبك على الaction، مش هاحاسبك على عدد الوصول بتاعك. يعني بمعنى الأصح إن تكلفة العميل لو كان الواحد ب10 جنيه، فأنا دلوقتي هاوصّلك وليكن 100 في 10 ب1000. هنا دلوقتي هاوصّلك ل1000 واحد ب100 جنيه، يعني ال1000 بتوعي، ال1000 في 1000 يدّيني 10.000 بني آدم، أو 10.000 يوزر، أو 10.000 شخص، أو 10.000 موظف هاوصّله لك ال1000 جنيه. هنا دلوقتي بيقول لك لأ، أنا هاوصّلك ل100 شخص، بس ال100 شخص دول ممكن يعملوا معاك نوع من الactions، هو مش ممكن، هو أكيد هيعملوا معاك actions. اللي عايز يبعت لك mail، اللي عايز يبعت لك رسالة، اللي هيعمل لك post، اللي هيعمل لك likes، اللي هيعمل لك comments، اللي هيعمل لك كل حاجة. فهو هنا دي مهمة جدًا علشان خاطر إن أنا أبدأ أحجّم الموضوع بتاعي، سواء في المصاريف أو سواء في التكلفة بتاعة الإعلان. طيب أنا دلوقتي ممكن أقفلها، it's okay، ما عندكش أي مشكلة خالص. بس هو هنا دلوقتي بيقول لك إيه، دلوقتي أنت عايز تبدأ الstart date، يعني هو هيبدأ من النهارده وهيبدأ عندك تاريخ بداية وتاريخ انتهاية، والّا أنت عايز تبدأ اللي هو set date and end date with a budget؟ يعني أنا عندي هنا دلوقتي with a budget بتاعي، ممكن إن أنا أحدد البادجت بتاعي مثلًا 100 جنيه، بلاش 100، هنقول مثلًا 500 جنيه اللي هو الlife time budget، وعندي هيبدأ من يوم 16 وينتهي اليوم 21. طب أنا لو ضغطت هنا next، هنا بيقول لك لأ، هنا دلوقتي بيقول لك أقل حاجة، هو هنا طبعًا ده كده مش هينفع، بيقول لك أقل حاجة إن الtotal budget على الlifetime budget على ال5 أيام هياخد منك 1572 جنيه، وده يبقى أقل حاجة خالص. بس طبعًا خلّي بالكم، 1500 أو 1600 جنيه على ال5 أيام يعتبر إن أنت عندك العدد العُملا هيبقوا قليلين جدًا، وممكن ما يجيبش معاك نتيجة. يعني هو بيقول لك أنا يعني دي نسبة ضعيفة جدًا إن أنا أقدر أجيب لك بيها عُملا. يعني هو دلوقتي كده برضه بيجبرني إن أنا أطلع للat list بتاعه، لإن هو هنا ده الlifetime budget. طب أنا واحد تاني ييجي يقول لك إيه، طب أنا مش عايز الlifetime، أنا عايز باليوم. يبقى حضرتك هتعمل للbudget optimize on، وتيجي تقول له والله إن أنا عندي هنا دلوقتي الset daily budget والّا الlifetime budget. المهم إن أنت تبدأ تختار اللي أنت عايزه. هاجي هنا دلوقتي والله هاقول له 500، واجي هنا دلوقتي اقول له ادي الستارت ديت والاند ديت، واجي هنا دلوقتي اقول له هنا دلوقتي كده اقول له نيكست. يبدا يشتغل معايا بالحاجات دي. عندي هنا دلوقتي والله ان انا عندي هنا الستارت ديت، هعمل بس ريفرش للصفحه. طبعًا علشان خاطر إن أنا مسحت الحساب الإعلاني بيبدأ يشتغل، بيبدأ يمسح معايا كل اللي أنا عايزه يعني. بس طبعًا أنا هنا دلوقتي it's okay on، وهاجي هنا دلوقتي أقول له والله 500 في اليوم الواحد، وهاجي هنا دلوقتي أقول له والله إن أنا عندي من يوم 16، يبقى أنا عندي هنا من يوم 16 ليوم 21، آدي اليوم 21، آدي، وهاجي هنا أقول له next. it's okay. يعني هو هنا دلوقتي لازم بقى سوري إن إحنا بعد ما إحنا مسحنا الحساب الإعلاني، لازم ندخل على حساب إعلاني يكون شغال وفعلًا نقدر يعني يكمّل معانا. طيب هاجي هنا أقول له برضه advertise، من جوّه advertise هالاقي إن أنا عندي هنا دلوقتي كده على الcampaign، وهاجي هنا أقول له create campaign، وآجي هنا أقول له campaign، آدي الحملة الإعلانية بتاعتي، آدي السوشيال ميديا كورس، هاعمل له engagement، وبعد كده هاعمل له هنا it's okay. وآجي هنا دلوقتي والله هاقول له مثلًا أنا عايزها ب500، وعندي هنا التاريخ البداية وتاريخ الانتهاء بتاعي، آدي عندي هنا 21، وآجي هنا أقول له next. هيقول لك طيب. هنا دلوقتي بيبدأ يحدد معاك هنا دلوقتي بيقول لك إيه add set details، يعني هنا دي الحاجات المهمة في الad set. الad set اللي هي المجموعة الإعلانية. حضرتك عايز تسميها إيه؟ والله ممكن أسميها مثلًا social media course 2،
واجي هنا دلوقتي بيقول لك ايه what you are marketing، يعني ايه اللي انت بتسوق عنه. انا ممكن اسوق عن نوع الكورسز، أو يبقى نوع من أنواع الكورسز في source URL، يعني هو أنت عندك موقع إلكتروني تابع للحاجات دي، عايز يعني تزود نسبة المشاهدات بالنسبة للويب سايت، وأنا هعملها لك باي فري. يعني هو هنا ده بيعملها لك just help، يعني إن هو بيساعدك، وليس إن هو داخل من ضمن التكلفة. ضمن التكلفة الحقيقية أو اللي بيحسب معاك الفعلي حاجة اسمها الأودينس. الاودينس دي اللي هي طريقة الجمهور. طبعا احنا كنا بناخد في الفيسبوك اللي هو بقى ان احنا ازاي نحدد الجمهور، نحدد السن، نحدد المدة، نحدد المناطق، نحدد العناوين، نحدد الدول، وهكذا بقى. طبعا بس هنا دلوقتي مختلف تماما عن اي منصة تانية. هو في حاجات مختلفة وحاجات جميلة جدا، بس في المقابل ان هو بياخد منك مبلغ عالي جدا بالنسبة للاعلانات. ايه هي الاودينس؟ الاودينس ده اللي هو الجمهور، او الجمهور بتاعك هو عبارة عن ايه، وايه الاهتمامات بتاعته، وعبارة عن ايه، اعماره ايه، جنسه ايه، هل هو المنتجات دي هي منتجات أو خدمات رجالية، يعني هو بيستخدمها الرجال فقط ولا النساء فقط ولا بالنسبة للكل. طيب أنا عندي هنا حاجة اسمها saved audience. يعني saved audience ده لو أنا عندي عدد جماهير قبل كده، يعني أنا كل حملة إعلانية بعملها بسيف الجمهور فهو بيظهر لي هنا. او يا اما ان انا عندي اللينكد ان عنده مجموعه جماهير هو اللي عاملها. طيب زي ايه؟ قال لي والله ان انا لما باجي بضغط هنا انا عايز كل الناس اللي في البكالوريوس ديجري، يعني كل الناس اللي متخرجين من بكالوريوس، كل الناس اللي عندهم خبره في البايوتكنولوجي، كل الناس اللي عندهم خبره في البيتكوين والبلاك تشين، عندهم خبره في الكمبيوتر ساينس او تقنيه المعلومات، الناس اللي شغاله في الاتش ار. الله، ده حلوه جدا. يعني انا هنا دلوقتي مديني مجموعه من الجمهور هو اللي عاملها لي. يعني انا مثلا دلوقتي لو قلت له انا عايز كل الناس اللي بيشتغلوا في الاتش ار، يجي يقول لك طيب حاضر، ببدا احدد الاودينس بتاعي يبقى كوربريت اتش ار بروفيشنال. يعني انا دلوقتي بستهدف كل الناس اللي بيشتغلوا في الاتش ار. طب اللوكيشن بتاعك فين؟ انا اللوكيشن بتاعي انا هعمله مثلا الرياض، سيودي اريبيا، والرياض ريجون. طيب عندي هنا يبقى انا دلوقتي خلاص انا عملت هنا دلوقتي بالنسبة للرياض. طب هل انت عايز تختار حاجة تانية؟ انا عايز اختار كايرو. ادي هختار كايرو ايجيبت. ادي انا عايز كل الناس اللي في كايرو. يبقى انا دلوقتي قدرت ان انا احصل ان كل الناس اللي هم عايشين في الرياض واللي عايشين في منطقة الرياض. طب هل هي بتختلف؟ هي بتختلف طبعا من ان انا بتكلم من محافظة كاملة، او يا اما ان انا بتكلم على الرياض فقط. طبعا المحافظة الرياض تشمل ما يقارب ال 12 مدينة جنبها. زي مثلا انا عندي مصر، القاهرة فيها انا عندي مثلا احياء اللي هو مثلا عندي المعادي، عندي مدينة نصر، عندي التجمع، عندي مدينة عندي الشيخ زايد، عندي 6 اكتوبر، وهكذا. يبقى انا دلوقتي لما باجي بقول كايرو باخد كل اللي موجود في كايرو. اما ان انا ممكن احدد مثلا عايز 6 اكتوبر فقط، انا عايز احدد عنوان فقط، عايز احدد شارع معين، عايز احدد محافظة معينة، برضو ده براحتك تماما يعني. طيب واحد تاني يجي يقول لك ايه، طب انا مش محتاج الناس بس اللي هم بتوع الاتش ار. طب انا مثلا عايز الناس اللي هم شغالين في الايفنت بلانر، انا عايز الناس اللي شغالين في المحاسبة والمالية والتكاليف والحاجات دي، انا عايز كل الناس اللي بيشتغلوا في السكيورتي، انفورميشن سكيورتي، الناس اللي هم شغالين في الهاكينج، وان هم شغالين في تقنية امن المعلومات والحاجات دي. عايز اشتغل الناس اللي هو الاي تي ديسيجن ميكر، انا عايز كل مدير اي تي اللي له صاحب قرار. يعني من الاخر انا بعمل اعلان لمجموعة هو اصلا اوريدي بيستهدفها لي.
عندي هنا بقى برضو للماركتنج بروفيشنال، يعني انا دلوقتي عايز لكل الناس بتوع الماركتنج اهو بيبدأ يشتغل معايا ادي الماركتنج. عايز كمان بس هو هنا دلوقتي بيختار حاجة واحدة فقط، وليس ان انا اقدر اختار مجموعة من الحاجات اللي انا عايزها، لا، يعني هو بيختار على استهداف واحد فقط. طيب، وبرضه هنا برضه ان انا هنا عايز والله بدل سعودي ارابيا، لا انا هاخدها مثلا الرياض، ادي الرياض سعودي ارابيا. طب واحد تاني يجي يقول لك ايه، طب معلش يا عبد الرحمن انا مش محتاج الناس اللي هو بيستخدمها، يعني انا مش محتاج ده اصلا. خلاص، ما دام ان انت مش محتاج ده، بقول له هنا remove all attribute، يعني امسح لي بقى كل الاتريبيوتس بتاعتي. انا كل اللي انا محتاج حدد المنطقه ادي الرياض الاول، وبعد كده انا مش محتاج الناس اللي بيشتغلوا في الماركتنج بروفيشنال. اقدر، هو هنا دلوقتي الماركتنج بروفيشنال بيعمل ايه؟ ماركتنج دايركتور، ماركتنج مانجر، سيلز ماركتنج مانجر، ماركتنج اكزيكتيف، يعني كل الناس او كل الاستهمامات او كل الاهتمامات اللي شغالين بالماركتنج كامل. طب انا واحد تاني يجي يقول لك ايه، هل ينفع ان انا اعدل في الجوب تايتلز دي؟ ايوه طبعا ينفع. اعمل هنا وابدأ غير في اللي انت نفسك فيه، ولو انت عايز تضيف كمان نقدر نضيف. طب حلوة دي. يعني هو هنا دلوقتي مديني مجموعة من الكلمات المستهدفة او كلمات المفتاحية او الاهتمامات بتاعة المجال بتاع الماركتنج. يعني وليكن مثلا انا عندي ماركتنج، فهو بيقول لك ايه، هستهدف كل مدير تنفيذي شغال في التسويق، ولا مدير تسويق، ولا مدير مبيعات وتسويق، ولا ماركتنج اكزيكتيف اللي هو اخصائي تسويق، ولا كوردينيتور ماركتنج اللي هو منسق التسويق، ولا ماركتنج سبيشاليست، ولا يا نهار ابيض، كل دي مسميات داخل الماركتنج. وفي عندي بقى ماركتنج مانجر، في عندي ماركتنج استراتيجي، عندي دايركتور ماركتنج استراتيجي، جلوبال ماركتنج دايركتور. يعني كل دي مجموعة من الوظائف ان انا اقدر استهدفهم. يعني ده هيوصل لكل الناس اللي انا عايزه. فعلشان كده ان تكلفة الاعلان عندي هي غالية جدا، بس في المقابل ان هو بيديني مجموعة من الكلمات ومن الاهتمامات او من الوظائف ان انا اقدر اشتغل عليها. طب واحد تاني يجي يقول لك ايه، طب معلش يا عبد الرحمن انا مش حابب الناس دول، انا عايز ابدا اعمل الناس بتوعي انا. خلاص، اعمل ريموف اول. خلاص انت دلوقتي كده مش محتاج. ابدا اعمل اللي انت عايزه. حضرتك عايز ايه؟ انا عندي هنا حاجه اسمها الاودينسز، وعندي هنا الاودينس اتريبيوتس. يعني ايه الفرق وايه الفرق ما بينهم؟ الاودينس ده اللي هو الجمهور بتاعي. ان انا لو محتاج ان انا اعمل ليست ابلود. يعني ايه ليست ابلود؟ حضرتك مسجل على ملف اكسل وليكن مثلا 10000 عميل بارقام تليفوناته، وبقول له لو سمحت انا عايز اوصل للناس دول. يبقى ال 10000 اسم او 10000 رقم، انا بديها اللينكد ان، بقول له لو سمحت انا عايز اوصل للناس اللي موجودين دول. يبقى انا بعمل اعلان لناس معينه، مستهدفها بعينها، ب... باسلوبها، بطريقتها، بكل حاجه. طيب شكل الملف ده عباره عن ايه؟ تعالى كده اما اجي اوريكم شكل ملف عباره عن مجموعه من الداتا. يعني انا عندي هنا اهو، ده كده. يبقى انا دلوقتي جبت الاي دي بتاعه، جبت اسمه، جبت جنسه، جبت البريد الالكتروني ان وجد، وجبت الارقام التليفونات بتاعته. ابعت بقى للينكد ان. يعني انا عندي هنا ما يقارب حوالي 2000 عميل. فانا هنا دلوقتي جبت برضو بيانات العمل بتاعه، جبت تاريخ ميلاده، جبت حتى كمان عنوانه، تعليمه، الحالة الاجتماعية، هل هو مارد ولا هو مثلا سنجل، ولا هو ان ريليشن شيب، ولا هو ديفورسد، ولا هو ايه بالظبط اللي هو بيبدأ يشتغل فيه. وكمان ان انا جبت كمان الديانات بتاعته، وكمان ان انا جبت النظام التشغيل بتاعه. يبقى انا دلوقتي ببعت لينكد ان الملف اللي انتوا شايفينه ده. طيب الملف ده انا بجيبه منين؟ هو حضرتك بقى
بيبقى ليها اكتر من طريقة او اكتر من اسلوب. فعلشان كده ان انا دلوقتي لو رحت على لينكد ان وقلت له ليست ابلود، يبقى انا برفع له الملف ده. طيب برضو انا كده كده الملف ده يقدر يعمل لي، بقول له ايه، انا عندي 2000 عميل، هات لي زيهم او هات لي شبههم او هات لي، يعني استهدف لي نفسهم او استهدف لي جزء منهم او وهكذا بقى. يعني تعالى نبدأ نفكر مع بعض. ليست ابلود، يبقى انا دلوقتي عندي ملف برفعه وبقول له انا عايز توصل لي للناس دول تحديدا مباشرة، او لوك لايك او شبيهه، او ان انا عندي هنا البريدكتيف زيهم. يعني مش لازم ال2000 بس، هات لي 2000 زي يعني نفس الرقم بس ناس تانية او بنفس الكلام. عندي الريتارجتنج، يبقى انا دلوقتي بستهدف قطاع معين، بقول له والله ان انا عايز الناس دول بس، الناس اللي شغالين في القطاع الحاجات دي. طيب انا مش معايا اي حاجة من دي ومش هعرف اشتغل عليهم. روح على الاودينس اتريبيوت. حضرتك دلوقتي عايز تستهدف مين؟ حضرتك عايز تستهدف شركات، ولا تستهدف مناطق، ولا تستهدف اجهزه، ولا تستهدف نظام تعليم، ولا تستهدف جوب اكسبيرينس يعني خبره في الشغل عاليه جدا، ولا انترست اند تريست يعني الاهتمامات والهوايات والعادات السلوك الشرائيه. انا مثلا عايز كامباني. اول ما انا ما بضغط كامباني يقول لك طيب ايه هو قطاع الشركه؟ هل هو حضرتك عايز قطاع شركات، ولا حضرتك عايز كامباني كونكشنز يعني كل الناس اللي شغالين جوه الشركه دي، ولا كامباني فولور اوف يعني الناس بيتبعوا شركه معينه، ولا الجرو ريتس يعني طريقه نمو الشركه دي، كامباني اندستريالز يعني الصناعات، ايه هي الشركات اللي شغاله في الصناعه، يعني زي مثلا صناعه المقاولات، صناعه الحديد، صناعة البترول. يعني أنا دلوقتي بستهدف شركات مهتمية بمجال معين أو بصناعة معينة، ولا هنا كامباني نيم يعني مجموعة أسامي من الكامباني، ولا كامباني ريفيو ريفينيو يعني مراجعات والمراجعات الشركات، ولا كامباني سايز. طيب انا دلوقتي قلت لكم واحنا بنعمل البيج بيبقى لينا اكونت، بيبقى لينا سايز. لو قلت لكم ان الشركه الصغيره بتبدا من موظف بتنتهي معايا ل 200 موظف. الشركه المتوسطه بتبدا معايا من 200 بتنتهي ل 1000. الشركات الكبيره بتبدا من 1000 لحد فيما فوق ال 10000. يبقى انا دلوقتي عندي هنا دي اللي انا ببدا ايه اشتغل فيه. طيب حضرتك عايز ايه؟ مثلا الاندستريال، حضرتك عايز accommodation and food service يعني هو دلوقتي بيشتغل على قطاع الصناعات الأغذية، ولا administrative and support service يعني خدمات عملاء والادمن، construction للبناء، customer service خدمات عملاء، education تعليم يعني كل الشركات اللي شغالة في قطاع التعليم. عندك هنا كل حاجة انت عايزها. ولا انت عايز الكامباني كاتيجوري يعني الكاتيجوري بتاعك مثلا يشتغل في البيزنس تايب، ولو ضغطت على البيزنس عندي هنا البريفيتلي هيلد كامباني، البابليك تريد، عندي النون بروف، عندي النون بروفيت اللي هو منشآت الاديوكيشنال او المنشآت التعليميه الغير هادفه للربح. النون بروفيت يعني غير هادفه للربح. شوف بقى اللي انت نفسك فيه كله وابدا اشتغل بيه هنا. طيب انا بالنسبه لي مثلا هاخد الاندستريال وهاجي هنا على الاديوكيشن، وهاجي هنا دلوقتي بالنسبه للاديوكيشن هاخد الاي ليرنينج بروفايدر، هاخد كل الكلمات دي. هل ينفع ان انا اختار حاجات تانية؟ عادي ممكن اختار الكاستمر سيرفيس، ممكن كمان اختار على الناس اللي شغاله في الفاينانشال، ممكن اشتغل كمان في حاجات الهوسبيتال اند هيلث كير، واخد بقى كل الناس يعني ميديكال براكتس. عندي هنا الهوسبيتال، عندي الانديفيدوال فاميلي سيرفيس، عندي الناس الممرضين، عندي الناس الممرضين البيوت والممرضين اللي داخلين في جوه البيوت، المانفاكتنج اللي هو الصناعات، الريال استيت طب انا محتاجها، الريال استيت طبعا بتيجي معانا، الريتيل الناس اللي عندهم محلات، عندي هنا الناس تكنولوجي وعايز الناس بتوع الاي تي. يبقى انا دلوقتي بضيف مجموعة اللي انت عايزها. طيب واحد تاني يجي يقول لي ايه، لا بعد اللي انا ما بدور ما لقيتش، بس هو احسن جمهور بالنسبة لي الناس اللي شغالين في الانفورميشن سيكيورتي او الاي تي،
ممكن ان انا اختار الاي تي، خلاص هو هنا دلوقتي فعلا بدأ يختار انجينيرنج وانفورميشن تكنولوجي. طيب وهكذا بقى، يعني انا بفضل اعمل كل حاجة انا عايزها. طيب بعد كده عندي هنا حاجه اسمها يو ار ال تراكنج بارامتر، ومكتب لي هنا اوبشنال. معنى اوبشنال يعني هو اختياري، يعني انا ممكن املاه او ممكن استخدمه وممكن ما استخدموش، بس ده مش معنى ان انت ما تستخدموش يبقى مش معناه ان الاعلان وقف، بالعكس هو الاعلان شغال معاك عادي خالص. عندي هنا البليسمنت برضو المواضع بتاعتي، اقدر بقى ان انا احدد المواضع واقدر اشيل مجموعه من المواضع اللي انا عايزها. وطبعا لينكد ان بيبقى ليه مواضع للاعلانات، يعني بيبقى سي مثلا بيبقى موجود عندي هنا في الصفحه الرئيسيه. الاعلان بتاعي بيجي ازاي اهو، هو ده مثلا شكل الاعلان بتاعي. هنا دلوقتي من اول ما بشوف كلمه ترويج ده في الصفحه الرئيسيه، وبيبقى ليه مقاس على فكره، يعني انا اقدر اشتغل انا هنا واقدر ان انا اعمل الحاجات اللي انا عايزها. ده الاعلان بتاعي بيظهر هنا. عندي هنا ده كمان عندي هنا يبقى اي كلمة ان انا بشوف كلمة ترويج يبقى، يعني انا عندي هنا ده برضو كلمة ترويج، ده انتجريتد ليرنينج تريننج سنتر، ده سنتر كورسات منافس ليا برضو عامل اعلان على عامل اعلان على الصورة دي. في ناس برضو بتعمل اعلان على فيديو، في ناس بتعمل اعلانات على صور، في ناس بتعمل اعلانات على مقالات. يعني هنا ده مثلا بيبقى في عندي هنا ده ده اعلان، يعني عندي هنا ترويج. طب انا بلاقيه الترويج ازاي؟ من كل 3 بوستات من الناس اللي هم اصدقاء عندي او زملاء عمل بيجي عليها الاعلان، وهكذا. عندي برضو على الجنب الشمال ده برضو بيجي معايا اعلان، يعني هو هنا دلوقتي برضو كاتب لي ايه؟ الترويج. يعني انا دلوقتي عندي هنا ده برضو اعلان او نسبة اعلان، عايز تعمل متابعة اتس اوكي. طيب هل في مواضع تانية؟ لا، قالك بس هو دي المواضع اللي انت هتبقى محتاجها. ده بالنسبة للبليسمنت، يعني دي المواضع بتاعتك. عندك بعد كده البادجت اند سكادول، يعني حضرتك لو ما عملتهاش في اول مره انت حضرتك دلوقتي ممكن تعمل. هنا دلوقتي بيقول لك انجيجمنت كليكس، يعني هنا دلوقتي اجيب لك عدد النقرات على الاعلان. خلاص اتس اوكي. هنا برضو كونفرشن تراكنج، يبقى الاولانيه دول يو ار ال تراكنج، ده ان هو بيتتبع اليو ار ال، اليو ار ال اللي هو عندي هنا الدومين نيم. ادي هنا دلوقتي كده ما بين الحملة الاعلانية. باجي هنا دلوقتي بضغط على كلمة نيكست، يبقى الاودينس عندي يوز اوتو تارجتنج، يعني هو هنا دلوقتي بقول له ان انا عايز التارجت بتاعي. هنا البروفايل لانجوج، ممكن ان انا اشتغل على الاي اي، يعني الاي اي يقدر يقدم لي حاجه زي دي، او يا اما ان انا عايز بيلد يور اون. وهنا جاب لي كل حاجة أنا محتاجها. ادي عندي هنا في الاتريبيوت، عندي هنا في الاديوكيشن، عندي هنا كل لا سوري، انا عندي هنا في الكامباني. من جوه الكامباني هدخل على اندستريال، وهاجي هنا اقول له والله ان انا عايز الكونستراكشن، وعايز كمان الاديوكيشن، عايز كاستمر سيرف، عايز كمان الانترتينمنت، عندي هنا كده الفاينانشال، عندي هنا الجفرنمنتال، الهولدنج. ببدأ أعلم على الكلمات اللي أنا محتاجها أو على الوظائف اللي أنا محتاجها. ريال استيت، عندي الريتيل، وعندي التكنولوجي انفورميشن اند ميديا. الوول سيل ده اللي هو الهنجر والمتاجر والمخازن. عندي هنا انتيتلز، عندي هنا ترانسبورتيشن اند لوجيستكس، اللي هي حاجات وسائل النقل ووسائل الراحة، زي كريم وزي اوبر، لو انا مثلا شغال في كريم واوبر. عايز كمان مثلا الناس اللي هي شغالة في الانرجي، اللي هو قطاع الطاقة. عندي هنا اي حاجة بقى انت عايز تعملها بتعملها، وان انا بضيف هنا بيطلع لي هنا مجموعة احصائية. بعد كده بضغط على كلمة نيكست واجي هنا اقول له سيف. اول ما انا ما بقول له نيكست وسيف بيقول لك طيب كرييت اد. اول ما انا ما بقول له هنا دلوقتي على الاد،
أول حاجة بيجيبها لي يقول لك طيب أهلًا وسهلًا بيك، اعمل الadd content، اعمل مش عارف مين، ابدأ تعمل إيه وهكذا. بعد ما أنا ما باخلّص الإعلان باقول له finish. هنا دلوقتي بيطلّع لك message بتاعة طريقة تفعيل الفيزا، إن هو يبدأ يخصم من الفيزا المبلغ المتفق عليه. يعني هو دلوقتي لو قال لك اليوم ب500 عملت 5 أيام ب2500، فهو هيروح يسحب ال2500. ده كده مع إعلانات بتاعة LinkedIn وبصورة سريعة وبالراحة جدًا، علشان خاطر برضه إن كل واحد يبدأ فاهم هو هيعمل إيه على LinkedIn. معاكم المهندس عبد الرحمن حلمي من شركة أجروزا أكاديمي، شكرًا جدًا لحضراتكم.